تحية طيبة جميع الأخوان والسلام عليكم ورحمة الله. هزيمة كانت منتظرة ومتوقعة، وهذا الشيء كنا كنعرفوه من زمان. يعني المباراة ديال فريق الرجاء البيضاوي السمة الأساسية اللي فيها هي التحكيم. يعني ما بقيناش كنلعبوا كرة، ولينا كنلعبوا ضد التحكيم. الفرق اللي كتجي يعني مرتاحة، ما ندخلوش في التفاصيل وما بقيناش غنهضروا عليها، لأن هذاك الشيء ولا مكشوف ومفضوح منذ ظهور هذا الحزب المعلوم اللي ولا متحكم في المنظومة المعفونة كاملة، لا برمجة لا تحكيم لا إعلام. ما نبقاوش نهضروا على هذا الشيء، حنا هذا الشيء صافي طلع لينا في راسنا. انا هنا نوجه رسالتي مباشره للرئيس ديال فريق الرجاء البيضاوي، اللي هو المعني مباشر بضياع النقاط. ملي كنشوفوا ضياع النقاط راه انت اللي معني بالامر مباشره. يعني الا رديتي البال ولا كانوا عندك الناس كيوصلوا، ما عرفتش انا كيبان لي والله اعلم واش عندك ناس كينصحوك نصيحه مزيانه ولا مستشارين ديالك كيفاش كتهضر. المهم انا كمنظور ديالي الشخصي، انا كجمهور ما كنعرفش انا داك الشيء ديال الكواليس ولا شنو كيهضروا بيناتكم ولا اش كتوقع، ما عرفتش، انا ما ندخلش مع ذاك التخربيق. كيبان لي ضاعت لك 11 نقطه قبل، ودابا 3 النقط ديال هذا الماتش اللي كان في المتناول. التحكيم باش خسرنا اليوم، يعني 11 نقطه غتحسبها غتلقى راسك نتايا في الرتب الاولى. انت كرئيس ديال الفريق، انت المشروع ديالك كيتصابوطا، انت هذاك المجهود ديالك الشخصي البدني المالي التقني الفني التخربيق كله ديالك كيضربوه لك الحكام عينا بينا جهارا نهارا ليلا، يعني ما عندهمش مشكل. وانت صم بكم لا تنطقون، ماشي مشكل. بغيتي تدخل معاهم في اليات اخرى بطريقه اخرى، انا عاذرك، ولكن راه هذا الصمت قد ما طوال غادي تخسر مازال اكثر، غتخسر مازال اكثر، وغيوقع لك مازال مباريات اخرى جايين. انا ما كنفهمش في شي حوايج من غير البلاغ. عندك صفحه رسميه ديالك اللي هي ديال فريق الرجاء البيضاوي عالميه، غدير فيها واحد بتبالغ صغيور في الدوره 12 في الدوره 13، ماشي دابا ما عرفتش شنو غادي دير، شنو هي الاليات وشنو هي الخطوات اللي غدير. انا ما بقيتش غنهضر على التحكيم صافي، انا قريته فهمنا بانه كيجي كيصابوطي الفرقه، وانت حنا كيسميونا بكايه، حنا اللي بكايه. والناس اللي كتستافد واللي عندها ما في الكوزينه ولا ربيط مصور بالتوني ديال هذيك الفرقه، ما عندناش مشكل، هذاك لا، حكم نزيه. المهم انا رسالتي لك الاول اللي كيتضر من التحكيم ولا من النتائج هو انت. المشروع ديالك في الفريق انت اللي كتضرر به مباشره. وحتى ذاك المنصب كنائب ديال رئيس العصبه، انت وليتي دابا انت كيعايروك به مستافد، انت هو نائب رئيس العصبه. ما فهمتش انايا شنو باقي مازال مسكتك عليهم. هذاك الخطاب ديال اليد الممدوده، يدك الممدوده مع هذوك والله حتى غيقطعوها لك، وحق الله حتى غادي تاخذ فيها الوين الكحل، لانهم لا يؤتمنون وماشي ديال الثقه. جيبوا حكام ديال الفيفا لهاد البطوله المعفونه، واللي يستحق شي حاجه نصفقوا عليه، شي حاجه اخرى ما لاعبينش. السلام عليكم.